سامع، كل سنة وانتم طيبين. ما شاء الله ما شاء الله، شاب أمامير كده ما شاء الله. ربنا يعين أبهاتكم وأمهاتكم عليكم إن شاء الله. هم لسه 3-4 سنين كده ما شاء الله، وناس عاملة فشل الخشاش. تسلم إيه؟ ما كلكم اعتبر بشوفكم أول مرة النهارده. اللبس اللي على الحبل. تعدي خلاص؟ خلاص بقى ما احنا لمينا الموضوع بقى امام مجلس عرب. معلش شو الناس تقعد، الاولاد ما لبسوا كراسي هديلهم كراسي. على العموم معلش ارجعوا ورا شويه عشان الاولاد تقعد بعد اذنكم. يا ريتكم معايا تقعدوا بقى. يا ريت يعني. انا مش لاقي كرسي تقعد تعالى مش مشكله. اهم حاجه ان الاولاد يقعدوا على الكراسي. هات. الحفله طبعا هي كلها المفروض تبقى لعب وحاجات مش كلام. سامعيني كده ولا من غير ميكروفون احسن؟ عشان الناس عجبت الحجاره. الحفله المفروض مش محتاجه كلام مننا ولا حاجه. اتفضل. بس احنا اتعودنا الكرسي بتاعك. الحضانه. يلا. حياة ما هو اللي طلع. ماما هتقعد، ماما هتقعد، مفيش حد يمشي. اقعد اقعد يا بابا. واحنا اتعودنا بالنسبه بس للحضانه اتكلم كلمه بس صغيره كده، مش مجال طبعا كلام زي ما بنقول هو هيجي في وش حد. الحضانه مشاركه بين الناس اللي عامله الحضانه او المسؤولين عن الحضانه وولي الامر. ولي الامر الاب عليه يدفع فلوس والام تتحمل مسؤوليه. فجانب الاب يعني بيدفع فلوس ويخلع مننا ملوش اي حاجه، ملوش حاجه ثانيه. فاللي بيشيل مسؤوليه المشاركه معانا هي الام، وهي مسؤوليه كبيره جدا. فالحضانه لوحدها ما تقدرش تعمل حاجه، والبيت لوحده ما يقدرش يعمل حاجه. لازم الهدف الاثنين يتفق على حاجه معينه، لان مش عايز صوت. كله سمعني كده. لان الهدف بتاعنا او النقط تحت السلم معاه محو اميه بتعمل حضانه، والكلام ده موجود وناس اعرفها كويس قوي. بنت معاها اعداديه ومش لاقي شغل، ابوها بيفتح لها اوضه في البيت. واحده عاوزه تقضي وقت فراغ تجيب العيال تنيمه تحت السرير كده يعني. والله يقول لك ده مش عارف بيسموها مش تعليميه، حاجه استضافه يعني. وهي بقى بتعمل باجور الجاز وبتعمل مش عارف ايه، وامسك يا واد البصلايه دي معايا وحاجات كده يعني. فالحضانات كلها يعني بالشكل ده كلها اكل عيش، وده ما يمنعش ان ما فيش حد هيفتح حضانه لله في لله يعني، لكن هيبقى فيها اكل عيش برضه. بس ما يبقاش اكل عيش او الجنيه هو نمره واحد يعني. ما يبقاش كده، لا احنا ولا انتم يعني. لا الحضانه يبقى هدفها كده ولا الام هدفها كده. ولذلك اللي بتيجي تقدم جديده يمكن في بعضكم والاغلبيه بيطفش مني على طول اول ما تقول لي يعني ما تهزوش شويه يا شيخنا، ما ينفعش اروح رامي الورقه اللي انا بكتب فيها واقول لها اشوف لك حضانه ثانيه. فاغلب اللي يبدا يعمل كده يبقى بيعمل الجديد الاول. احنا لازم نتفق ان في رساله بنعملها لاولادنا. دول ولادنا احنا زي ما هم ولادكم بالظبط. رساله نمره 2 بتيجي الفلوس، يعني الفلوس ما بتجيش بعيد قوي، بتيجي نمره 2 وكده كده الفلوس هتيجي، شئنا ام ابينا هتيجي، والفلوس اللي احنا عاوزينها هتدفع وزياده، بس ما بتتحطش زي ما قلت نمره 1. هي مهمه، الفلوس بناكل بيها ونشرب بيها ونركب مواصلات بيها ونسكن بيها، مهمه، لكن مش اهم حاجه. اهم حاجه بالنسبه لنا وبالنسبه لولي الامر مفروض ان احنا اصحاب رساله.
يعني ايه اصحاب رساله؟ ربنا انعم علينا بنعمه طفل موجود. في ناس كتير اتحرمت من النعمه دي مش موجوده. هل يا ترى زينا زي بقيه الحيوانات بتخلف لا عيال وخلاص؟ وزينا زي بقيه خلق الله، عندك ايه؟ عندي ولدين وبنت، عندي 5، عندي عيل، عندي 2. طب العيال دي طالعه ايه؟ هيطلعوا في المستقبل ايه؟ هيعملوا ايه؟ عشان كده الشعار بتاعنا من زمان اجعل طفلك متميز. يعني في ايدك انت اللي تطلعي ابنك حاجه، وفي ايدك اللي انت تطلعيه فاشل. في ايدك تطلعيه صاحب العربيه، وفي ايدك تطلعيه ساس اللي بيلمع العربيه وبيغسلها. في ايدك انت مش في العيل. الضحيه هو العيل، لان دايما العيل اللي بيتعاقب ومفروض امه هي اللي تتعاقب. العيل لان فاقد الشيء لا يعطيه، العيل ما اتعلمش حاجه عشان يتحاسب عليها. ببدا اعاقب العيل كأم وكمعلم، والعيل ضحيه انه ما اتعلمش حاجه اصلا. يعني زي ما صور في البيت كده، اطبخ يا جاريه، قال ايه؟ ما اديكيش 10 جنيه واقول لك انا عاوز كل يوم لحمه وخد 10 جنيه مني كل يوم، ما ينفعش. هو نفس الحكايه العيل. ما اقباش انا بعلم او بربي العيل غلط واجي عشان ياسين كان معانا كان لها بعض الاراء. وافتكر لما جبنا اتكلمنا عن المواعيد، فمواعيد الفتره الصباحيه المفروض من 7 ل 8، وكنت انا مصر على الحاجات دي، وفي الحاجات دي ما فيهاش فصال. فمش عارف ام ياسين او حد تاني اتذكر ام ياسين قال لا عاوزين فرصه للتاخير، فقعدنا نفاصل في قعده زي كده حفله 5 دقائق 10 دقائق تلت ساعه لغايه ما خليناها ساعه لغايه الساعه 9. إذا ولي الأمر الأم مشاركة معانا في النظام بتاع الحضانة، مش إحنا حاطينه كده تقول لك مش معنى مخليانا أجي الساعة 9 ودقيقة وتروح مرجعيني ليه؟ على دقيقة مش على دقيقة، أنت متأخرة ساعة ودقيقة. فإحنا مش مسامحين بدقيقة، احنا مسامحين بساعة بحالها تأخير، وده على حساب العيل. خلي بالكم دخول العيل من 7 ل 8 بيلعب بياكل بكل حاجه، من 8 بيبدا البرنامج بتاع العيل بيبدا يتعلم. فلو اتاخر كل يوم من 8 ل 9 هيخش. احمد وجودي حصه قد تكون عربي، قد يكون حساب، قد يكون ماس، بتقول احمد وجودي اي حاجه هتفوت في الحكايه دي. فمن هنا اهتمام الام ومشاركتها معانا ديت ضروريه جدا. واحنا بنتجاوب في بعض الحالات وبعض الحالات ما بنجاوبش فيها، اللي هو نظام الحضانه ما بنجاوبش فيه. الام ما تمشيش الحضانه على هواها هي وعلى مزاجها. احيانا الام حاجه من الاثنين، اما انها متعلمه ومثقفه ومعاها دكتوراه في التربيه فعاوزه ان المتعلمات تيجي تفرضوا علينا، بقول لها معذره تعليمي خليه لنفسك لابنك في البيت. احنا في نظام كوكتيل عاملينه، وان شاء الله الناس اللي جايه جديده في كتب نزلت جديده بتاعتنا، في كتب الاداب الاسلاميه نزلت بتاعتنا، في العقيده موجوده من اول، الحديث موجود، في كتابين نزلوا جداد في بحر الاسبوع ده نزلوا، وفي لسه انجليزي الجزء الثاني هينزل وهكذا. فاحنا لنا منهج بنطبقه من نور البيان، مش زي نور البيان اللي بيتطبق في اي حضانه ثانيه. خلاص؟ فاحنا لنا منهج، ده اللي ما نقبلش الام تيجي تفاصلنا فيه او تعلمنا ازاي نعلم العيل. لكن اللي بنطالبها بيه الام انها تراجع ورا ابنها وتشوف وتراجع ورانا، في حرف اتكتب غلط، في واجب اتعمل غلط، في واجب ما اتكتبش، مدرسه صحيت على العيل، خد صفحتين اكتبهم في البيت، خلي ابوك يكتب صفحه وامك صفحه. خلاص؟ كل الكلام ده الام تبقى ورانا فيه، ما بنملش من الحاجات دي. في ام بنمل منها بتقول لك يا بياخدوا مني 200 جنيه على ايه يعني؟ كلمتين بيكتبوا في كراسه، اخد بفلوسي بقى، اخد بحقي كل يوم قبل ما تفتح الكراسه الواد خلي بالك مني، الواد مش عارف ايه. ديت تخلي بالها مننا قوي. الموضوع لو وصلني شخصيا ماليش صبر في الحكايه دي، ماليش صبر. يعني ايه؟ يعني اسهل حاجه بقول حساب ابنك اهو واديك حته ثانيه. ما بنحبش حد يتعالى علينا ولا حد يشغلنا عنده، احنا ما بنشتغلش عند حد. خلاص؟ احنا زي ما بقول اصحاب رساله، رسالتنا ان بدل ما محمد هو اللي يطوق العربيه لاي حد تاني، لا احنا عاوزين محمد هو اللي يسوق العربيه وصاحب العربيه.
عاوزين محمد ده يبقى هو اللي راكب العربيه الهامر. عاوزين محمد ده اللي عنده فيلا في العبور والشروق وفي النزهه. عاوزين محمد ده اكبر المناصب، ما يبقاش واحده منتقبه، واحده يعني ملتزمه، بلاش مطابعه عشان يودونا في داهيه. واحده عاديه خالص ولكن ملتزمين. واحد مش عاوز مراته تكشف على رجاله، مش هتلاقي واحده ست عدله تروحي تكشفي عندها. من الاخر ما تزعلوش. اشهر طبيبه ولا طبيب؟ دكتور مش دكتوره. يا جدعان الطبيخ بلاش الطب. اشهر ناس بتطبخ ستات ولا رجاله؟ لا رجاله. انت لسه شوف حسن دلوقتي. انت من قبل ايام قبل نظيره. قبل نظيره دي كان بتطبخ، كان بيتنقل الوصفات بس. فاشهر حتى الطبيخ نفسه اشهر ناس في رجاله. خلاص؟ فعيب قوي قوي ان تبقى مراتي او هي ست عندها نوع، وده مش حرام ان انا اوديها لواحد مسيحي او واحد يهودي يكشف عليها، بس امتى؟ لما ما فيش طبيبه مسلمه موجوده، طبيبه مسلمه ماهره. في طبيبات مسلمات موجودين، بس كل سنه وانت طيبه بقى، ولا بتعرف تعمل محشي حد، مش تكشف امراض نساء. فيعني ارزاق بتاعت ربنا يعني. احنا عاوزين طبيبه مسلمه ماهره شاطره، يعني الناس تجي من بلاد بره تكشف عندها. وكذلك في كل المجالات بقى، يعني احنا عاوزين في كل المجالات اولادنا دول. لو سالت اي ام النهارده انت عاوزه ابنك يطلع ايه؟ هنلاقي دول دكتور والثانيه دول مهندس، والعيال حفظوا كده. طب انت عملتي ايه عشان ابنك ده يطلع دكتور؟ دلوقتي ابنك عنده 3-4 سنين، عيل زي ده خلاص. اسمك ايه؟ ياسين؟ اقف يا ياسين. عندك كام سنه يا ياسين؟ اقف على الكرسي. اقف على الكرسي، اطلع كرسي ياسين. 4 سنين. فين ام ياسين؟ مامة ياسين موجودة؟ لا ما عندنا 2 ياسين. فين كام؟ مش موجودة يا شيخ. يعني ياسين ده ما شاء الله و4 سنين وزي الورد اهو. خلاص؟ لو جينا سالنا امه نفسك تطلعي ياسين ايه؟ ساحل القمر. هتطلع يا اما دكتور يا اما مهندس، مفيش حاجه تانية. خلاص؟ طيب هو دلوقتي دكتور ومهندس، ده عيل عنده 4 سنين. محتاجين 20 سنه جايه عشان بعدهم نقول ده دكتور، مش كده؟ طيب انا المفروض احط كلمه الدكتور ياسين كده في مسافه، وياسين دلوقتي هنا اهو، ياسين ده 4 سنين وياسين ده 24 سنه. خلاص؟ ايه اللي انا بقى المفروض اعمله من هنا عشان اوصله هنا؟ مفيش، كلنا سيراميك ابيض. كل ام عاوزه تنام وتصحى الصبح تلاقي ابنها معلق يافطه، ويا سلام بقى ومنوره يا ابني، ومكتوب عليها ايه؟ امراض نساء واولادها وبطنه وجراحه وحميات واطفال، ولما عامله مستشفى مش عياده. خلاص؟ ما يجراش حاجه، بس انت عملت ايه عشان ده من 4 سنين؟ ايه الخطوات اللي توصليه يبقى عنده 5 سنين يبقى فين؟ 6 سنين يبقى فين؟ 10 سنين يبقى فين؟ 15 سنه يبقى فين؟ 20 سنه يبقى فين؟ 24 سنه يبقى فين؟ في حد فيكم فكر التفكير ده؟ ما اظنش. لكن ما فيش حد بيتمنى لاولاده ان يطلعوا بوابين ولا يطلعوا ميكانيكيه، مع احترامنا لكل المهن دي كويسه. لكن ما فيش حد بيتمنى لاولاده كده، بيتمنى لاولاده احسن حاجه. طب احسن حاجه دي ايه؟ احنا بالنسبه لنا امنيه للعيال عندنا في الحضانه. العيل اللي يقضي عندنا ما بين 2 ل3 سنين، حد اقصى وحد ادنى، المفترض ان يطلع عندنا متاسس صالح ان هو يروح اي سكه، كما زي العرض خلق ده اللي بيكتب باستماره واللي بيدور على قضيه مش كده؟ كام دكتور مشهور بيكسب في البلد؟ هنلاقي مجدي يعقوب مش عارف ايه 10 بالكتير قوي. طب والباقي بياكل عيش بس اي كلام. انا مش عاوز ولادي اللي يطلعوا من هنا يطلعوا ياكلوا عيش، مش عاوز دي معنى اجعل طفلك ايه؟ متميز. لو ما طلعش متميز يبقى مشكله الام في الاول وفي الاخر، مش مشكله انا. في اولاد بيجي لي انا بقول لي يجي لي ساعه هقبله، اللي يجي لي يوم هقبله، لكن الام تحط في دماغها ان لو جالي سنه يبقى يطلع مستوى 50% من عندي. اقول للام كده
ما تروحيش المدرسه تقولي ان ابنك كان عندي في الحضانه خالص. هيطلع كويس بس مش المستوى بتاعنا. المستوى اللي بيطلع من عندنا ام ياسين مجربه عشان هي موجوده بس لها ابن تاني موجود فعارفه. فاللي بيطلع عندنا عاوزه تدي تجريب مجهز، لغات مجهز، خاص ماشي. ازهر بيكون حافظ نص المنهج بتاع القران بتاع السنه الجديده لسه. مستوى ثانيه ابتدائي بكل المقاييس اللي يقضي ما بين 2 ل3 سنين. ده نتيجه التعاون زي ما قلنا ما بيننا وبين الامهات خلاص. ومفيش مشكله بالنسبه لنا لما ننتقد وحد يقول لنا الحاجه الفلانيه والحاجه العلانيه، لكن ايد واحده ما تقفش لوحدها، لان اللي بيننا وبينكم هو ده، مش شنطه خضار ولا خيار ولا قوطه ولا حاجه تتعوض. خلي بالك ان عداكي ده مش هتعرفي تعوضيه، مش هتعرفي تعوضيه. اخطر سنتين في عمر العيل هم اللي ما قبل المدرسه، زي اساس العماره. جبت شويه اسمنت على طوب على حجاره ورميتيها في الاساس، ماشي هتبني بيت دور ودورين وثلاثه واربعه، لكن ممكن تبني عليه 10 ادوار؟ لا، هيقع. لكن لما ابني اساس كويس جدا وبنيت عليه دورين ثلاثه، حلو، مش هيقول لا. حبيت ولادي بعد كده يبنوا 10 15 دور، هيقبل لان عندي اساس ايه؟ كويس. انا لو ما اسستش العيل ده واستخسرت فيه جنيه وقلت الحضانه دي غاليه، في حضانه ب 20 30 جنيه جنبي وحلوه قوي، خلاص هيتعلم برضه بس هيطلع ضعيف. اول ما سنه اولى اطلع يا ياسين اقرا على السبوره، مش هيعرف يقرا حاجه. شفت الواد مش عارف حاجه ازاي؟ الابله هتكسر عينيكي بقى، عاوزه درس، عاوزه مجموعه، عاوزه مش عارف ايه، هتقعي والاخر برضه مش هتعلم. خلي بالك، لان التاسيس في الحضانه بس مش في المدرسه. زمان كان اول صفحه افتحها كتب العربي بتاعت سنه اولى كده، اول صفحه كان فيها الف ب. دلوقتي مفيش ده. اول صفحه تلاقي ابي حسن ام سمر جمله. يبقى لازم العيل يكون اتعلم لغه البيان في الحضانه اللي هي الكلمات المفتوح والمكسور والكلام ده كله والمشدد وحروف المد واسماء الله الحسنى ويبدا التحيات والقران. اي سؤال؟ عشان انا الكلام كتير فمش عاوز اتكلم كتير. الظاهر ان انا اتكلمت كتير. تعبت؟ اي استفسار او سؤال او واحده معترضه او واحده مش عاجبها الحضانه او مش عاجبها النظام. لا انت بالذات ما فيش صوت عندنا خالص. انت بالذات ممكن تديكي فلوس وقعد وقت ابنك في حضانه ثانيه. لو الا ده بقى اللي جاي بعد وكل شويه تسبسب له في الشعريتين وتجيبهم يمين وتجيبهم شمال. خلاص؟ طب في اي استفسار، اي سؤال، اي حد مش عاجبه الكلام اللي احنا بنقول عليه، اي حد عاوز يضيف اضافه؟ يا ام واسم اولياء الامور جاي عشان تسال مش جاي عشان تسمع. يعني اساله يعني. انا خايف الباب ما بيقعد اصلا. ده جنني النهارده، والله جنني النهارده ده. ان شاء الله. انا عايزاه يتكلم. احنا فين وبقينا فين دلوقتي؟ ما بيقعدش ان شاء الله ربنا يخليكم ويبارك لك فيه. يا رب. انتوا كان لكم زمان عندي زمان ايه؟ مش كده؟ مين؟ اخوات هنا قبل كده؟ لا والله احنا اول مره. اول مره؟ امال مين يا حاجه؟ فين الحاجه؟ وعايزه احليه يا محمد. انا بقى بسال عشان في مستقبلات ولا بغلط فيهم؟ لا بالله عليك يا شيخه، بالله عليك انا عايزه ياسين يتكلم لو سمحت. انا عايزه ياسين يتكلم. هيتكلم مع الوقت. بتاع فلوس زياده بس ماشي كده. عيني ماشي. معلش يعني احنا انتهازيين قوي، اي حاجه وانا موافقه وانا موافقه. خلاص ان شاء الله ان شاء الله نكمل ان شاء الله. طيب قبل ما تفكروا في اي حاجه انا رجلي وجعتني. احنا بنحاول بس نعمل حاجات بسيطه كده للام والطفل، حاجات تحفيزيه بس، زي ما كان زمان الواحد بيدي مثلا على ربع جنيه ولا ملبسه بيبقى واخد مصروف 2 جنيه من البيت، لكن ربع جنيه بيبقى غالي عنده قوي قوي يعني. او ملبسه بيبقى معاه شوكولاتات وحاجات، بس الملبسه دي بتبقى حاجه. ياسين ملوش شغال تقريبا اي حاجه. لا كفايه ان احنا قابلينه عندنا.
طب هينفع كده يعني؟ شفت بقى؟ طب ينفع؟ فين احمد انور؟ احمد انور ما احنا مش هنعمل الناس كلها. المايك عم الشيخ بقى. ما بقولوا مش سامعين كويس من المايك. سامعين صيادنا. ان شاء الله السدايه بتاعتي هتنزل على الموقع، اللي عاوز ينقل من الموقع يخش على الموقع بتاعتنا، موقع الحضانه او موقع الشيخ محمد حماد او صفحه الفيسبوك او اي حاجه. في صفحه وفي موقع. في صفحه اسم حضانه الفوق لا مش عايزه. الشيخ محمد حماد، في صفحه ودي مش عايزه صفحه. اسمه. والحضانه لها موقع باسم الحضانه حضانه فوق عمر، والموقع برضه باسم الشيخ محمد حماد برضه. يعني دي وده هتلاقي في كل الحاجات دي. ماشي احمد ازيك يا احمد؟ الصوت بقى الصوت. بتوع التلفزيون ساعات بيسالوا اسئله ذكيه جدا، تستضيف احمد انور زي كده وتقول احمد انور هنديله شهاده، انت اسمك ايه يا يا احمد؟ عم مالك الصوت. الصوت ده بس عشان بيبقى اسئله ذكيه يعني. تقول له يا احمد انت اسمك ايه يا احمد؟ قال لي يعني هي مش عارفه طب يا احمد ياسين. المايك يا بابا احنا كده مش هنسمع. استنى. تسقيفه كده لاحمد انور. في شهاده تقدير لاحمد، وان شاء الله نقابله برضه بعد كام سنه يبقى حاجه. على فكره جيل الامهات وجيل الابهات بتاع دلوقتي كانوا عندي في الحضانه، انا مش كبير في السن قوي بس كانوا عندي في الحضانه، جيل الابهات والامهات بتاع دلوقتي. ففي ناس محتفظه بالكلام ده من زمان قوي يعني. خلاص يا عم احمد حطها لك بقى هنا بس، دور عليها بقى يا عم احمد في الموقع على النت هتشوفها. احنا بنديله مصور بقى ناخدها تاني. لا كده خالص. ايه الموقع؟ ايوه يا عم شوف يلا صور. سقف لاحمد يلا سقفه جنب. سقفه كبيره. لا ما تقولوها سقفه كبيره. انا قوي سقفه كبيره يلا. ريحنا هو الشيخ بيتكلم كله هناك. ياسين محمد عبد الفتاح عشان في عندنا ياسين ياسين. تعالى فين هو ياسين؟ مش فاضي هو ده؟ تعالى يا ياسين. مش ده ياسين واحد. لا ياسين ياسين. ده ياسين. ياسين محمد. ده ياسين. هو ده ده حد يا ياسين. عاملين ياسين ياسين. ثلاثه ياسين. خلاص بقى. واثنين ياسين محمد. ايه يا حبيبي؟ عايز ايه؟ صام. تعالى كده شويه عشان كده يا باكي. كده. ده عامل زي اللي ماسك خيارايه ولا ايه يا ابني؟ ده شهاده تقدير يا واقف بفرح. يا سلام. ده بيفكرني بتوع الحبس. عليها رقم حبس ده ولا ايه؟ يا بيسو امسكها حلوه. تقيلة بس تقيلة. حافظ ايه؟ مش حافظ حاجة؟ ها؟ اسمك ايه؟ ياسين ايه؟ ياسين ايه؟ شاطر. حضانة اسمها حضانة ايه؟ هو شكله بيتكسف. حضانة اسمها ايه؟ حضانة الفاروق عمر مش كده؟ الأبلة بتاعتك اسمها ايه؟ بس ايه؟ لا قبلة الفصل. انت هتصيطنا ولا ايه؟ هي على فكرة مش اسمها كده، لا اسم تاني بس انا مش هقول لكم عليه. اقول انا؟ على الله. مش سمر ياسين. لا اسم حلو والله برضه يعني. يا اسرار. قبل ايه؟ اسمها ايه؟ مش سمر. سمر؟ ماشي يا عم. مش سمر كفايه اسمها ايه؟